معانا 4 مواضيع مهمة النهارده عايزين نتكلم عليها. أول موضوع معانا تيشيرت النادي الأهلي الجديد اللي هيشارك بيه في كأس العالم للأندية اللي هو 2025. تيشيرت كويس جدًا اللي هو الموسم الجديد يعني. تيشيرت كويس جدًا، كل ما هو أحمر جميل يعني بصراحة. أنا هارُد عليك دلوقتي وقُل لي أنت رأيك في التيشيرتات إيه؟ وأول ظهور التيشيرتات دي في مباراة باتشوكا، المباراة الودية اللي هتتلعب قبل كأس العالم للأندية. فقُل لي رأيك في التعليقات، تقيّم التيشيرت كام من 10؟ ها؟ رقم 2 النهارده في فحوصات تمت على بعض اللاعبين اللي لسه راجعين من الإصابة ل للجهاز الودية اللي هتتلعب يوم الجمعة الجاية، هيشوفوا هيعملوا فحوصات للاعيبة المصابين وهيشوفوا مين جاهز بنسبة 100% عشان يدخل القايمة اللي هي بتاعة المباراة الودية. عندك مين من المصابين؟ عندك كريم فؤاد لسه راجع من الإصابة، ويحيى عطية الله، وكريم الدبيس، أشرف داري بقى له أسبوع أو أسبوعين. وعندك لعيبة كتير لسه راجعة من الإصابة، فهيتم عمل فحوصات عليهم ويتأكد مين اللي جاهز بنسبة 100% عشان يدخل القايمة معانا. تالت موضوع معانا هو في عرض اتقدم لإمام عاشور تاني برضه من أحد أندية السعودية، العرض قيمته 5.000.000 $، ولكن زي ما قُلت لك النادي الأهلي رفض، وتم تأجيل بيع إمام عاشور أو التفكير أصلًا في العرض اللي جاي لإمام عاشور في الوقت الحالي، عشان النادي الأهلي محتاج إمام عاشور في كأس العالم للأندية، وعايز يستثمر في اللاعب من الآخر يعني. إمام عاشور مكمّل معانا في كأس العالم للأندية، واللاعب رغبته الأولى اللي هو يكمّل مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وبعد كأس العالم للأندية كمان. النهارده الخبر الرابع النهارده خبر سار جدًا جماهير النادي الأهلي. في رامي ربيعة اتفق مع نادي العين الإماراتي بالانتقال ليهم بنهاية الموسم انتقال حُر. طبعًا خبر يفرح كل جماهير النادي الأهلي. نتمنى لك التوفيق يا كابتن رامي، ونتمنى إن الصفقة تتم على خير، ونشوفك في نادي العين ببداية الموسم الجديد إن شاء الله يعني. كل التوفيق للكابتن رامي في كل اللي جاي.